نقول فيها كلام كتير سلبا وايجابا، لكن المقدمه اللي كاتبها فاروق عبد القادر مقدمه تستحق ان احنا نقراها، لانها في حق فؤاد قعود وفي حق الشعر العاميه مهمه. فبس بعد ما نسمع الاخوه الشعراء اللي هيقولوا النهارده، ما شرفنا الاستاذ يحيى زكريا. انا عايز استاذن حضرتك حاجه صغيره. بنتي انا بنتك تعتبر شاعره؟ لا مطربه، وهي انا مش عايزها تسجل ولا مين. لا عايزه تغني يعني؟ انا هسمعها لك بس. طب وماله؟ ايه رايك يا يحيى زكريا؟ شوف في مخرج يفضل يا اتفضلي. عادي يا شيخ. اتفضلي يا شيخ. ده يبقى شيء جميل نقطع بيها نعمل فاصل ونعود. شيرين ولا الشروق؟ تعالي هنا عشان نعمل فاصل ونعود. عامله اغاني خاصه ولا لا؟ هو الاب اصل مؤلف اغاني، الاب مؤلف اغاني. نعمل لك شغل خاص لما نشوف صوتك. هو حتى ما هو مش معنى عشان انا هقول حاجه صغيره بعديها مرتبه صغيره هو مش عشان الناس كله عاد بيفرض. الناس اللي انا عازمها دي عايزه تسمع برضه. الديمقراطيه صعبه قوي. يلا كل واحد يسمع ويمشي بقى بعد الاخر هتقف لوحدك. انا هقول لنفسي اخر النتيجه تصير اقول لنفسي. انا مش عارف الناس اللي مشوا، لا الاخوه اليمنيين مشوا ظروفهم بقى. راحوا معرض كده، راحوا الاتحاد الكتاب. عايزين ترجمه النهارده معلش. اتفضلي يا حبيبي. كان بيحبني وبيخاف عليا، كنت بحس بيه وبيحس بيا، كان جوا ملاك بيسامح وينسى، عمري ما شفت زيه، عمره ما كان بينسى. عشان سابني واتغرب وقال لي يومين وهنقرب، رجعلك تاني مش بهرب، ده انا بحلم افوز بيكي، ومهما جرالي هتحمل، هدوس عالصعب وهكمل، ولو بعدي كمان طول باذن الله راجع ليكي. بيحبني بيخاف عليا، بحس بيه وبعد عذاب يا ناس وموت، كتب لي وقال لي وحشاني، رجعلك بعد 20 يوم وهبدأ بيكي من تاني، بقيت من شوقي بندهله ونفسي صوتي يوصله، لبست عروسة من الفرحة ورحت استنى وقابله، لقيت صندوق صورته عليه وناس شايلينه جنبي، قالوا لي البقاء لله، راح اللي انت بتستنيه، عشان سابني واتغرب وقال لي يومين وهنقرب، رجعلك تاني مش بهرب، ده انا بحلم افوز بيكي، ومهما جرالي هتحمل، هدوس عالصعب وهكمل، ولو بعدي كمان طول باذن الله راجع ليكي. بيحبني بيخاف عليا، بحس بيا. لحن مجهد مفيش مسؤولية بس. تقريب باباكي برضه؟ لا تقريب بابا لسه قدامك هتقوله بعد شويه بس مش النهارده. لحن مجهد حاجه خفيفه، مفيش فرصه تغلط نفسها. لا ما هي اللحن صعب. بس اسال سؤال صغير، انت بتغني من حنجره جوانيه، بتغني بصوت مستعار يعني؟ ولا سايبه حنجرتك مفتوحه؟ لا هي حنجره فين دي؟ انهي حنجره دي؟ هي بتغني من حنجرتها طبعا. مش نزال. لا في بعض العرب موجوده. طب انا اقول لك
بصفتي بقى ايه؟ بس بس شاعر بس ولا بس مخرج. ها؟ انا عضو لجنه الاستماع الموحده اللي هتيجي شباب واقف قدامنا فيها عشان تنجحي. جميل جميل. دلوقتي صوتك سالم وسليم 100%. مبروك مبروك يعني. فعضو الراجل الجميل ده هو عشان نخش بقى في مساله الاحتراف. انت صوتك حلو قوي نروح مع بعض بنفرح بيه. عاوزين بقى تبقى مفيش غلطه. يبقى في واحد شغلته في معهد الموسيقى العربيه بالليل او ما اعرفش ازاي يقعد بقى ايه يحفظك العرب ويحفظك الصوت السالك والحاجات دي زي كلنا ما الاول بنعرف نكتب شعر كده على قد بقينا نقرا ازاي والقوافي والاوزان دخلنا بقى كويس. فلازم تعمليها لان صوتك اللهم صل على النبي حلو قوي 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 مفيش فيه اي غلطه. مبروك عليك ان شاء الله. مش هو اللي كان بيستبدل واللي كان هيموت وكله كان بيحلم بيا سنين. مش هو اللي كان همه في الدنيا إن أحس معاه ثانية وكانت تملى دموع عين. مش هو اللي بعد كتير حنت له وأما شافني ضعفت وجيت له سابني وراح مع ناس تانيين. مش هو اللي بعد العمر ده كله بعد ما عاشت روحي بدله داس على قلبي في غمضة عين. مش هو وانا مش زعلانة انه اتغرب انا بس حزينة وبستغرب مثل دوره بجد ازاي وما بنش يعني. كان لازم افهم من الاول ان الفيلم ده مش هيطول واللي يبص لبره في مره خاين بعني. وانا مش زعلانه انه اتغرب انا بس حزينه وبستغرب مثل دوره بجد ازاي وما بنش يعني. كان لازم افهم من الاول ان الفيلم ده مش هيطول واللي يبص لبره في مره خاين بعني. الله شكرا يا شيماء. وبعدين هو الكلام اللي قاله لك يحيى ده كلام مهم في مساله التدريب لان الخامه جميله والنفس بس كل ده محتاج تنظيم عشان خاطر حتى وانت بتغني تبقى مستريحه ما تبقيش مكروشه ورا اللحن. وواضح ان اللحن معرفش هل ده لحن معروف ولا انت اللي عاملاه؟ اغنيه بتتغنى عادي. اصل انا ما عنديش اطلاع الحقيقه على الفن الحديث المعاصر لان انا راجل متخلف من بتوع زمان يعني بتوع عبد الوهاب جميلة.